السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار ريال مدريد اليوم. لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وريت أيضا تدعمونا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لهذا الفيديو. الكشف عن تفاصيل إصابة كامافينجا، ضربة جديدة لريال مدريد. أكد الصحفي ماريو كورتيغانا أن لاعب وسط ريال مدريد إدوارد كامافينجا يعاني من إصابة في الكاحل قد تبعده عن بداية موسم الدوري الإسباني. اللاعب غاب عن الحصة التدريبية صباح اليوم، ويظل مشاركته في المباراة الودية الأخيرة أمام فريق تيرول النمساوي يوم الثلاثاء محل شك. حتى الآن لم يتضح حجم الإصابة بعد، إلا أن مثل هذه الإصابات عادة ما تحتاج إلى عدة أسابيع للشفاء التام وفقا لما أكده الصحفي. هل سيشارك ماستانتونو أمام أوساسونا؟ كشف الصحفي بيبي ألفاريز أن فرانكو ماستانتونو سيخوض أول حصة تدريبية له في مدينة فالدبياس يوم الجمعة الموافق 15 من الشهر الجاري، بينما يواصل في هذه الأيام تحضيراته الفردية خارج فالدبياس. ونفس المصدر أكد أن خطة شابي ألونسو تتمثل في منحه بعض الدقائق أمام أوساسونا. الفرق السعودية المهتمة بالتعاقد مع ديفيد ألابا وسيباوس. كشفت تقارير صحفية عن اهتمام عدة أندية سعودية بالتعاقد مع اثنين ريال مدريد النمساوي ديفيد ألابا والإسباني داني سيبايوس. بالنسبة لألابا يعد خيار مثالي لأندية الاتحاد والقادسية ونيوم، التي تسعى لتدعيم خط دفاعها بمدافع متميز يمتلك خبرة كبيرة قبل انطلاق الدوري السعودي. أما عن سيبايوس فإن أندية النصر والأهلي والقادسية ونيوم والاتحاد بحاجة إلى لاعب وسط فني قادر على التحكم في قاع المباريات. فهل سينتقل الثنائي قريبا إلى الدوري السعودي؟ خروج فالفيردي من مرشح الكرة الذهبية جريمة كروية. أثار إعلان قائمة ال30 المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 موجة من الجدل بعدما شهدت غياب أسماء بارزة كان متوقعا وجودها، وعلى رأسها لاعب وسط ريال مدريد فالفيردي. وفي برنامج البارتاديزول على قناة كوبي عبر الصحفيان روبن مارتن وتوماس غواش عن دهشتهما من هذا الاستبعاد الذي وصفاه بغير المفهوم. مارتن قال: بالنسبة لي فالفيردي هو اللاعب الذي لا يضاهى في خط وسط ريال مدريد. أنشيلوتي يقول ذلك وتشابي ألونسو يقول ذلك، وهذا الرجل لم يكن ضمن القائمة. أما غواش فذهب أبعد من ذلك سخرا من معدي القائمة: إذا لم يكن فالفيردي من بين أفضل 30 لاعبا في العالم فعليهم ترك الجائزة لشيء آخر. اللاعب الذي دفع تشابي ألونسو لتعزيز اهتمامه بالشباب. واصل ريال مدريد سياسة منح الفرصة للمواهب الصاعدة، حيث شهدت تدريبات الفريق الجماعية اليوم انضمام لاعب الأكاديمية دييغو كلاكوستا صاحب ال17 عام بقرار من المدرب تشابي ألونسو، وفقا لما أورده الصحفي ماريو كورتيغانا. كما شارك في المران عدد من الوجوه الشابة الأخرى بينهم فورتيا ريبيس وفالدبينياس وريس، في إطار توجه ألونسو لمتابعة جيل المستقبل عن قرب وبناء مشروع فني يجمع بين الخبرة والطموح. جاء تعزيز اهتمام المدرب بالمواهب بعد الأداء اللافت للاعب الشاب بيتارش الذي ظهر لأول مرة مع الفريق في المباراة الودية أمام ليجانيس ونجح في تسجيل هدف أثار إعجاب الجهاز الفني والجماهير. ريال مدريد يواصل استعداده بقوة. يواصل ريال مدريد تحضيراته بقوة، حيث أجرى صباح اليوم حصة تدريبية مكثفة امتدت لأكثر من ساعتين، تنوعت بين صالة الألعاب الرياضية، جلسة تحليل فيديو، والعمل على أرضية الملعب بحسب ما أفاد النادي. يواصل اللاعبون المصابون برامجهم العلاجية بشكل منفصل على أن يخوض الفريق حصة تدريبية جديدة مساء اليوم الساعة 5 مساء. ريال مدريد مصر على قراره بشأن سعر بيع سيبايوس. وفقا لصحيفة آس الإسبانية يواصل ريال مدريد التمسك بمطالبه المالية لبيع داني سيبايوس، محددا سعر اللاعب من 15 ل 20 مليون يورو. يأتي ذلك وسط اهتمام متزايد من ريال بيتيس بضم سيبايوس في ظل إصابة نجمه إسكو الذي سيبتعد عن الملاعب 3 شهور، ما دفع النادي الأندلسي للبحث عن بديل. من جانبه قد يكون سيبايوس منفتحا على العودة إلى بيتيس فريقه السابق، في ظل أنه يعلم قلة حظوظه في الحصول على فرصة المشاركة أساسي في ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو. أصعب مهمة تواجه ألونسو مع ريال مدريد. يواجه تشابي ألونسو اختبار صعب قبل انطلاق الدوري الإسباني، حيث يضعه الوقت المحدود للتحضيرات أمام تحديات كبيرة في اختيار التشكيلة الأفضل. الأمر يتعلق بشكل رئيسي بالقرار بين خطة 4-3-3 التي اعتاد عليها اللاعبون أو نظام 3-5-2 الذي يحتاج إلى وقت وجهد للاستيعاب. مباراة ليجانيس شهدت استخدام ألونسو خطة 4-3-3 مع فينيسيوس وجونزالو ومبابي في الهجوم،
لكنه بدأ أيضا بتجربة نظام 3-5-2 الذي سبق وأن أجاد التعامل مع باير ليفركوزن. الأكثر تعقيدا هو الاختيار بين اللاعبين في مراكز الدفاع والظهير. ديان هويسين يبدو الخيار الأساسي في الدفاع، مع خيارات أخرى زي رودريغو وميليتاو وألابا وأسينسيو. وفي مركز الظهير الأيسر سيعتمد على فران غارسيا، بينما يتنافس كارفاغال والكسندر أرنولد على مركز الظهير الأيمن، حيث يتميز الإسباني بالثبات الدفاعي والهجومي، في حين يبرز الإنجليزي بموهبته الهجومية لكنه أقل التزاما دفاعيا. ومع ضيق الوقت يواجه تشابي ألونسو ضغطا كبيرا لثقل التشكيلة وتحديد الأنسب للفريق قبل بداية الموسم. إرث ثقيل وتحديات كبيرة، إندريك يدخل معركة الرقم 9. وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، أعلن ريال مدريد أن المهاجم البرازيلي الشاب إندريك سيستلم القميص رقم 9 الذي ارتاده أساطير النادي على مر العقود، بدءا من دي ستيفانو وسانتيانا، وعلينا أن نجمع طاقاتنا ونركز على ما يريده بنزيما وكيليان امبابي. لكن هذه المرة يختلف المشهد، فإندريك الذي لم يتجاوز 19 يدخل التحدي من نقطة الصفر حاملا أمال النادي في المستقبل، لكن دون الإرث الثقيل من الإنجازات الذي رافقه أسلافه. رقم 9 في ريال مدريد يعني الكثير. بنزيما آخر من ارتضاه قبل امبابي، وأكد التقرير عاد تعريفه بمهاجم عصري لا يكتفي بالتسجيل بل يشارك في صناعة اللعب. ومع ذلك اعترف الفرنسي سابقا بضغط المركز قائلا إن لم تسجل في مباراتين أو 3 سيدمرك النادي. إندريك الذي غاب عن كأس العالم للأندية بسبب إصابة في أوتر الركبة أنهى موسمه الماضي بأرقام واعدة، فقد سجل في أول مشاركاته بالدوري الإسباني ودوري أوروبا، وتصدر هداف الفريق في كأس ملك إسبانيا محققا 7 أهداف في 8 مباريات كأساسي خلال 847 دقيقة لعب فقط. ويواجه المهاجم البرازيلي منافسة قوية من زميله الشاب جونزالو الذي لفت الأنظار في كأس العالم للأندية. ومع ذلك يظل إندريك ثاني برازيلي يحمل رقم 9 بعد الظاهرة رونالدو، لكن بأسلوب لعب مختلف يعكس تنوع المهاجمين في كرة القدم الحديثة. رهان فلورنتينو بيريز على امبابي. لم يسع فلورنتينو بيريز طويلا لضم امبابي فقط ليسجل أهداف في مباراة الدوري الإسباني التي لا تثمر، بل بذل جهده من أجل أن يكون نجما في المباراة الحاسمة ويساهم في بناء الصورة أهم نادي في العالم. هذا هو التحدي الذي يواجه امبابي هذا الموسم، ويدرك مسؤول الريال أن المشروع الجديد يجب أن يرتكز على جودة اللاعب وقيادته داخل الملعب، وأن على امبابي تقديم أداء قوي ومستمر، كما أن تغيير رقم قميصه سيحمل رسالة واضحة تفيد بضرورة تحمل المسؤولية في موسم يراقبه فيه جمهور ريال مدريد عن كثب. وعلى امبابي أن يظهر شغفه وحماسه داخل الملعب وخارجه ليصبح رمزا حقيقيا في الملعب سانتياغو برنابيو الذي لا زال ينتظر منه أفضل المستويات بعد موسم شهد بعض الصعوبات في التأقلم وغياب التعاون الكافي من زملائه. تمكن امبابي من الفوز بالحذاء الذهبي، والآن حان الوقت ليقود فريق تشابي ألونسو لاستعادة الهيبة التي فقدها ريال مدريد الموسم الماضي. هذا هو التحدي الحقيقي للنجم الفرنسي صاحب القميص رقم 10 الجديد. في الختام ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، يا ريت نوصل بقى ل1000 لايك إن شاء الله، وأشوفكم في أخبار تانية مع الملك ريال مدريد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.